5 بس افك ميه واجي. انت اي حاجه عايز تعملها يا عصفور ممكن تعملها في المغطس ده. فك ميه عادي براحتك. الملح هاكلني يا سياده النقيب. وعشان كده جايب لك حاجات بدل الملح على سبيل التغيير كده. شويه كمون بلدي، شويه فلفل اسود. انت لو بتفكر انك هتذلني يا سياده النقيب لازم تعرف ان الايام دول وهيجي لك يوم وهتبقى في قلب المغطس ده. انا مش عايز اذلك يا عصفور، لان انا عرفت ان في واحد داخل الجنه عشان شرب كلب، وانا ناوي اخش الجنه عشان هاكل حيوان زيك. انا جايب لك شويه حاجات كده، شويه ترشي بلدي، شويه فول سوداني مملح. طبعا كان ممكن اجيب لك فول سوداني بالشوكولاته بس خفت تفوق علينا. زي بعض. اكسف. طب افتح بقك. استنى. خد يا عصفور. افتح بقك. ما تكسف عدل يا عم انت. استنى اخرس. يا عمي. لا لا النبي متلقح قدامي اهو. طب ما تجيلنا انت على هنا. ماشي، انا ممكن البسه الاسوره واجيبه. ساعة زمن وابقى عندك. هات الاسوره يا ابني. ايه يا باشا؟ لبسها له. لبسها له؟ صورة يا باشا. لبسها. انا مش فاهم حاجة يا باشا. اربط جامد يا ابني الله يكرمك. حصل يا باشا. يقرط عليا يا باشا. طلعه. حاضر يا باشا. هطلع بره المغطس. يلا. اطلع يا حبيبي اطلع. نظفونا الشفوق. ربنا يكرمك يا سيادة النقيب. عايز ايه يا بنودي؟ ايه؟ انهيار عصبي وأزمة قلبية. صريح طلقها وطردها بره البيت كمان. معرفش الراجل ده عايز منها ايه، بس قبل ما يخدروها كانت كل شوية تقول وبيرم عمل لك ايه؟ بيرم ذنبه ايه؟ احنا غلطنا في حق امنا قوي يا بيرم. على طول بنعملها كأنها جارتنا مش امنا. عمرنا ما حسسناها ان ليها رجاله يعتمد عليهم، عشان كده قعدت تدور على راجل لحد ما لقت صريح، بس طلع مش راجل، طلع ندل. بص يا عصفور، قيادات الداخلية كانت بتطالب بإعدامك في ميدان عام، بس احنا وقفنا لهم قلنا لهم لا، عصفور ده غلبان وابن بلد وعايز يعيش جنب الحيط، وفي الآخر هم وافقوا، بس حملونا المسؤولية كاملة عن تصرفاتك. وعشان خاطر انت ليك معزة خاصة عندي قررت اننا نعينك معانا في الداخلية مخبر عشان تبقى تحت عينينا ليل ونهار. عيناك وسلمناك العهدة والهدوم. عاوز كام في الشهر عصفور عشان تخدم بلدك؟ عايز كام في الشهر عشان اخدم بلدي يا سيادة الفريق؟ وماله يا ابني؟ ما كلنا بنخدم البلد وبنقبض اخر الشهر. انتوا تاخدوا فلوس عشان تخدموا مصر، انما عصفور ما ياخدش فلوس عشان يخدم مصر. مصر اللي لحم كتافي من خيرها، وشمسها، شمسها اللي حرقت بشرتي وخلتني اسمر. لا يا سيادة الفريق، لا، مش للدرجة دي تهون علينا مصر. قبل ما تسألني تاخد كام في الشهر يا عصفور عشان تخدم مصر، كنت تسأل نفسك ايه هي مصر. مصر الجوامع، مصر الكنايس، مصر المزارع، مصر المصانع، مصر المقصة. هتاخد كام يا ابن الجزمة؟ 1500 جنيه يا باشا. 1200 جنيه يا باشا. مش هنزل عن 750 جنيه يا باشا. ها يا فندم.
كويس كده لحد ما يتثبت. مبروك يا عصفور. انا برضه مش هسمح لك انك تأذي نفسك ولا هرضى انك تاخد حاجه، لان ببساطه هكسر كل لا هكسرهم كلهم. لا ابعد عني يا دكتور، ابعد عني يا دكتور، انا مستبيع ما اقدرش اسيبك تأذي نفسك يا ولد. سمحون مشلوح، رجل الموساد الأول المسؤول عن مشروع الرجل الخارق الإسرائيلي الملقب بالرجل الصهيوني في تل أبيب. هيلماني بيه، ممكن أسأل سعادتك سؤال مهم قوي؟ طول ما أنت بتتكلم مع اللواء الهيلماني اوعى تبطل تسأل. هو ليه إسرائيل ما عندهاش الرجل الصهيوني زي إحنا كده ما عندنا الراجل العنابي والراجل الشرطي؟ لا يا أخويا، عندهم راجل زي العنابي بالظبط، بس مش مضروب زي الشرطي بتاعنا. لكن كل ده في مرحلة التخطيط. تصور انهم بيغيروا مننا ونفسهم وراسهم وألف جزمة ان يبقى عندهم راجل صهيوني. طب ليه سعادتك أمريكا ما تدهمش واحد من عندها؟ ما هي عندها كتير، عندها سوبرمان وسبايدر مان. سؤال حلو، بالفعل ده كان متخطط له، لكن كل الخطط اللي هم عملوها باظت بعد ما الراجل العنابي علم على سبايدر وحط العالم كله في مأزق. والله يا حيلماني بيه، الواحد ما هوش عارف هل الراجل العنابي ده نعمة ولا نقمة؟ أكيد نعمة. يعني ما سألتنيش يا فاروق إيه المطلوب؟ والله لسه كنت هسأل سعادتك إيه المطلوب؟ الحرب بيننا وبين إسرائيل عمرها ما هتنتهي أبدا. إسرائيل بعتت الرجل الصهيوني لصعيد مصر علشان يوقع بين الصعايدة ويشعل نار فتنة الطار من جديد بين العائلات الكبيرة. وإيه اللي يخلي إسرائيل تشعل الحرب في الصعيد وتقيم نار الطار؟ علشان تقضي على أهم عنصر في الجيش المصري، الجند الصعيدي اللي هو أكبر ركيزة في الجيش المصري. الجند الصعيدي يا ولد اللئيم. الراجل الصهيوني ده استغل قدرته على الخفاء وقدر يوقع بين عيلتين كبار في الصعيد، وكل ما الأمور تهدى بين العيلتين دول ويحصل أعداد صلح يموت واحد منهم. والعائلات يتهموا في بعض. بالظبط. فاروق، الشاب الصعيدي في خطر، ولو الوضع استمر أكتر من كده الشاب الصعيدي هيبقى معرض للانقراض. اطمن يا هيلماني بيه، اعتبر ان الموضوع خلص والشاب الصعيدي دلوقتي نايم في امان.